هاي، ازيكم؟ النهارده هنتكلم فيديو جديد. بقالي كتير مصورتش، فحاسه ان انا متحمسه وعندي طاقه كده. فيعني ايه اول حاجه نبتدي بيها النهارده الحلقه، وهي نسال سؤال. انت لما بتقعد مع شخص بتتكلم معاه بتحس ان انت اكتف وبتسمعه فعلا ومهتم باللي بيقوله، ولا بتبقى لا؟ فعلا في ناس بنقعد معاهم مهتمين، وفي ناس بنقعد معاهم مش مهتمين بكلامهم. ده اول سؤال نسال نفسينا. نبدا بقى في الموضوع. هو ان احنا اوقات كتير جدا ما بناخدش بالنا ان الكلام اللي بنقوله بيأثر على الناس اللي حوالينا. انا ممكن اكون قاعد بتكلم دلوقتي، بتكلم في فيديو، بنزل الفيديو ده على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، على ايا كان بنزله، انت تسمعه. ممكن الشخص اللي يسمعه ده يتأثر بيه، هيتأثر بيه سلبي، يتأثر بيه ايجابي، بس هو هيتأثر بيه. فاحنا اوقات كتير جدا مش بناخد بالنا ان الكلام اللي بنقوله هو بيأثر فعلا على الناس اللي حوالينا. ممكن ابقى قاعد بتكلم في وسط الشله، انا قاعده بتكلم وشخص سمعني، او قاعد من ضمن اللي قاعدين معايا، الكلام اثر فيه، ايا كان الكلام برضو سلبي او ايجابي بس هيأثر فيه. مشكلتنا ان احنا اوقات كتير قوي بننسى ان احنا ممكن لما بنقول كلمه لحد ممكن تخليه فعلا بيحبنا ومبسوط وفخور بينا وعايزنا دايما في حياته. وبرضه ممكن نفس الشخص ده لو جيت قلت له كلمه ممكن تضايقه وتزعله وتكرهه في حياته. مشكلتنا ان احنا منعرفش ازاي نتعامل مع الناس بالكلام. يعني انا ممكن اكون بقصد كويس جدا وبحبك ومعنديش مشكله معاك، بس انا لما بتكلم معاك بنبوظ الدنيا. وفي يعني ده بيحصل كتير قوي. يعني ممكن ابقى بحبك بس لما بنتكلم سوا بنقفش او بنتخانق او يعني بيحصل فينا مشكله. وزي برضو ما ان انا لما بقول كلام كويس لشخص هو بيحبك قوي وبيأثر قوي، واحنا مشكلتنا اوقات كتير قوي ان احنا بنستخسر نقول كلام حلو للناس اللي حوالينا، او حتى بنستخسر نقول رأينا حتى لو حاجة اللي هم عاملينها حلوة. يعني اللي هو ايه، على فكرة الشخص ده النهارده شكله تحفة، ليه ما نروحش نقول له على طول؟ لا، بنستخسر نقول الكلام الحلو ببعض، مش عارفة ليه، بس يمكن لو حتى لو هو الشخص ده طالع النهارده احسن مننا، مفيهاش حاجة لما نديله صورة إيجابية عن نفسه، حتى لو الحاجة اللي هو عاملها ممكن تكون مش مناسباني انا كشخصيه وكاسلوب، اللي هو مثلا ازاي عامل كده مختلف عليا، بس انا بقول له دي تحفه عشان هي تحفه عليه، ماليش دعوه انا بحب كده او مش بحب كده. فالناس محتاجه تسمع مننا كلام كويس، والكلام الكويس بيأثر فينا وبيخلينا مبسوطين. وهقول لك افتكر كده دلوقتي وانا بتكلم، في شخص كده كان بيقول لك كلام ايجابي دايما، او بيقول لك كلام كويس بيشجعك بيه، وانت افتكرته دلوقتي. فالكلام الكويس مش بفلوس ولا الوحش، بس الكلام الحلو هيلزق في دماغنا، فنقوله للناس اكتر. تمام. عايزه اتكلم برضو في فكره ان احنا لما بنقعد نسمع شخص، في اشخاص بتبقى على هواينا قوي ان احنا نسمع لهم، فاول ما يتكلموا احنا بنركز معاهم كده ونقعد نسمع لهم واحنا مركزين جدا، اكتيف listening، يعني انا متحمس قوي اسمع واقول وهكذا. في برضه ناس تاني لما بنقعد معاهم نتكلم احنا اصلا مش مهتمين، احنا ممكن نكون ماسكين الموبايل سكرول عليه، قاعدين مش مهتمين هما بيقولوا ايه، وخلاص هما بيخلصوا الكلمتين بتاعهم قالوا اللي هما عايزين يقولوا، يلا مع السلامه وامشي. فده بيتلاحظ. وعلى فكره حتى لو انت بتقول كلام عكس اللي جواك هو بيبان جدا، وبيبان قوي بين ان انت شخص حابب الشخص اللي قدامك فعلا وعايز تقعد معاه وتتكلم معاه، ولا انت قاعد مش طايقه وعايزه يخلص عشان يقوم يمشي. او ممكن يكون جدا عارفه اللي هو فعلا اللي هو ايه، شخص بيجامل الشخص اللي قدامه، هو بيبان ان انت بتجامل على فكره. وفي ناس بتبقى رياكشنات وشها مقفوشه جدا من غير ما يتكلم، هو باين ان هو مش طايق الشخص اللي قدامه. وعلى فكره انا من الناس دي جدا، يعني لو انا قاعده مش طايقه شخص قدامي انا بيبان جدا على وشي. فيعني اللي هو ايه، نهدى، اللي هو نهدى بجد. فمهم جدا ان احنا لما بنكون قاعدين وحد خلاص بيسمع لنا وهو عايزنا احنا كمان نسمع له، بجد اسمعوا الناس اللي حواليكوا وادوهم كلام ايجابي. افهم ان كلامك بيأثر جدا، وبالذات جدا لما نيجي نقول لحد حاجه وحشه فيه او عيب فيه او مشكله فيه. مهم قوي بقى ان احنا نبتدي الاول نقول كلام ايجابي عن الشخص اولا. يعني لو انا باختصار في حاجه مش عاجباني في الشخص اللي قدامي وعايزه اقولها له من نوع ان انا صديق، اخت، صاحبه، ايا كان بقى، انا ايه مثلا صاحبتك في الشغل ايا كان يعني، فهاجي اقعد مع الشخص ده واقول على فكره انت شاطر مميز جدا في شغلك والناس كلها بتحبك، بس في مشكله، بس انت ممكن لما تكون بتيجي تشتغل بسرعه، واحنا مثلا كفريق مش لاحقين نعمل كده. ممكن تبقى تشتغل بالراحه، او ممكن ما تبقاش سريع عشان احنا مثلا لسه في معاك في البدايه كده، ونحس ان هو حاجه، هو بيعمل حاجه تحفه قوي بس احنا مش عارفين نوصل له. لما بنوصل للناس حاجه كده الاول بحاجه كويسه، وبعد كده نربطها بالعيب او بالحاجه الوحشه اللي عايزين نقولها، هيتقبلها منك مليون في المية. غير بقى لما انت تبقى قاعد كده تجيب الشخص دوت مش عاجبك فيه حاجه، تعالى لي بقى اللي هو خناقه دلوقتي،
فنقعد نقول كل الكلام السلبي والوحش والحاجات اللي مش عاجبانا فيه الاول. مهما بقى كان بعد كده الشخص خلاص مش هيتقبلك فعلا، هو خلاص بقى عارفه عامل علامه اكس عليك كده، هو مش طايقك فعلا. ليه؟ لان انت اديت له السلبي، ودماغنا لما بيقول لها كلام حلو بتقبل الاجابه بعدها. الاجابه الاول بتقبل الكلام السلبي. لكن لو انت شخص بتقول الكلام السلبي اولا والاجابه ده بعدين، او ما بتقولهوش اصلا، حتى لو انت كلامك صح والنقد بتاعك صح، الشخص عمره ما هيقبله ولا هيتقبله منك. ان انت يعني اللي هو ايه، الشخص ما بيحبش اللي يقلل منه عموما. فلو انت بتعمل كده في الاول وبعد كده بقى تقول لي انا بقول له كلام حلو بعدين انا بقول الحقيقه مش الحقيقه، قول له كلام حلو الاول بعد كده قول له الحقيقه اللي انت عايز تقولها، وهيقبلها منك وعن تجربه وكده. وعايزه اقول اخر حاجه، في قصه كده شفتها. يعني انا كنت من كام يوم سكرول على التيك توك بتفرج يعني عادي على كده، فطلع لي في بنوته شاطره قوي كده، انا معرفهاش عموما بس هي كانت طالعه فيديو فبتشرح قد ايه هي كانت تعبانه جدا واليوم طويل قوي وكده يعني، ومعاها اولاد وكده يعني تقريبا يعني. فبتقول النهارده انا تعبت جدا في المطبخ وعماله اعمل اكل، وكانت بتصور الاكل اللي هي عاملاه، يعني كانت قد ايه بقى بتوري قد ايه هي تعبت. فبعد كده بكمل الفيديو، فبعد كده لقيت جوزها جه وشاف الاكل. اول ما شاف لها الاكل قعد يمدح فيها كتير قوي وقال لها شكرا وقعد يبوس ايديها وكل ده واحنا بنتفرج على الفيديو. بعد كده لقيتها هي في الاخر بتقول على فكره انا نسيت والتعب اللي تعبته كله، وعلى فكره انا مبسوطه قوي ان الاكل عجب جوزي ومبسوطه ان اليوم طلع حلو. هل هو لما بس ايديها ولو ما قالهاش الاكل حلو ولو ما قدرهاش هي كانت هتبقى مبسوطه؟ هي كانت التعب هيتنسي؟ لا 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 لا. بس هو عشان حس ان هي تعبت فهو قال لها كلام حلو فشحن لها طاقتها. واحنا اوقات كتير قوي 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 بنبقى محتاجين حد يشحن الطاقه بتاعتنا، محتاجين حد يقول كلام حلو مهما كان بنبان قويين من بره وكويسين. اوقات بنحتاج حد يطبطب، اوقات بنحتاج حد يقول لنا برافو، اوقات بنحتاج حد يقول لنا نحاول مره تانية. فلو انا كنت شحنت طاقتها او هو لو ما كانش قال لها الكلمتين الحلوين دول، هي عمرها ما كانت هتطلع في اخر الفيديو تقول على فكره انا نسيت التعب عشان خاطر الاكل عجب جوزي وهو قدر ان انا تعبت وقفت انضف المطبخ. فقيس ده بقى على حياتك كلها. لو انت كل شخص بيعمل لك حاجه كويسه تقول له كلمه حلوه، لو انت شخص ما بتقولش اللي حواليك كلام حلو قول لهم عشان الكلام بيأثر وبيعلم. والاشخاص بتعرف يعني، عارفه اللي هو اول ما بتيجي في دماغهم ساره جت على دماغي فساره دي ساره بتسمعني، ساره بتمدحني، ساره بتحبني، ساره بتسمعني وقت المشاكل، او بتديني فرصه ان انا اتكلم وتسمع مني، او بتغلطني بس بقول لها بتقول لي الاول الحاجات الكويسه فيا. فلما نكون كده هيبقى احسن بكتير قوي ان انت اول ما تيجي على يعني شخص في دماغه لا لا مش طايق اقعد معاه. ليه؟ عشان شخص كلامه ده رخم. عارفين لما تبقوا في الشغل كده وتلاقي المشرف او المدير داخل عليكم، المشرف ده مش بيعمل حاجه غير ان هو بيزعق ويقول لك شغلك وحش وما بيعجبش اي حاجه فيكي، او ما بيعجبوش اي حاجه من اللي انت بتعمليها، عمرك ما هتحبي الشغل ولا هتحبيه هو ولا حتى هتبقى حابه تشتغلي اصلا. فكلامنا بيأثر على اللي حوالينا، وركزوا في الكلام اللي بتقولوه واتعاملوا كويس. ومهما كان بنبان كويسين فاحنا كلنا محتاجين طبطبه ومحتاجين كلام حلو. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. واخر حاجه متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، واشوفوا فيديو جديد. وتوقعوا الفيديو الجاي هكون بتكلم على ايه. وكمان مبسوطه جدا بالتفاعل معايا على الفيديوهات اللي فاتت، تستنوني فيديوهات جايه كتير. واخر حاجه اقولها لكم بحبكم قوي، متنسوش تعملوا لايك واشتراك، ونركز على الكلام اللي بنقوله ونحاول نفكر قبل ما بنقول اي كلام 5 دقايق كده، لان اوقات كتير قوي بنبقى محتاجين نراجع نفسنا احنا نقول الكلام ده ولا ناخد 5 دقايق كده بريك في دماغنا او 5 ثواني قبل ما نطلع الكلام. هتحسوا ان في كلام كتير قوي ما ينفعش يتقال. وبالذات لو احنا غضبانين بلاش نتخانق او نتكلم واحنا غضبانين عشان بنعك الدنيا وبنبوظ الدنيا. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.